بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. صباح الخير يا ولاد. النهاردة هنحكي مع بعض حكاية جميلة خالص اسمها القط بسبس واللبن. القط بسبس واللبن. بس زي ما متعودين مع بعض، قبل ما نحكي حكايتنا هنسأل سؤالين ونشوف مين الشاطر فيكم اللي هيجاوب عليهم. يا ترى يا ولاد، الأكل اللي بتعمله ماما في البيت، يا ترى احنا بنشوفه لذيذ وطعمه حلو ولا لأ؟ طب لو في مرة الأكل ما عجبناش، يا ترى نقول لماما لأ مش هناكل ولا نسمع كلامها وناكله؟ طيب يا ترى كل حاجة بناكلها أو بنشربها، يا ترى بنشكر بابا يسوع عليها ولا بننسى نشكره عليها؟ تعالوا بقى نشوف حكايتنا دي هتجاوب على الأسئلة دي ازاي ونتعلم منها ايه. في يوم من الأيام يا ولاد، كان في قط جميل اسمه بسبس. كل يوم الصبح يقوم من نومه على طول، يغسل وشه ويغسل سنانه ويقف يصلي شوية ويجري بسرعة على مامته علشان تعمله الفطار بتاعه، وهو عبارة عن طبق لبن لذيذ خالص. لأن بسبس يا ولاد كان لسه صغير وسنانه كانت ضعيفة، وفضل على ده الحال أيام كتيرة. كل يوم مامته بتعمله اللبن بتاعه. لكن في يوم يا ولاد قام بسبس من النوم، وأول ما مامته قدمت ليه طبق اللبن زي كل يوم، بان على بسبس إنه زعلان قوي، وقال لمامته: يوه يوه، كل يوم لبن، كل يوم لبن، هو مفيش أكل ممكن أكله غير اللبن؟ أنا زهقت بقى. ردت عليه مامته وقالت: يا بسبس، انت قط لسه صغير وسنانك لسه ضعيفة، مش هتقدر تاكل حاجة غير اللبن، وغير كده ما ينفعش نزمزق، ولازم نشكر ربنا على كل حاجة بيبعتها لنا. رد عليها بسبس يا ولاد وهو متضايق قوي وقال: ماليش دعوة، ماليش دعوة، لا إما تجيبي ليا حاجة تانية غير اللبن، لا إما مش هاكل. وخرج بسبس يا ولاد وهو زعلان قوي من غير ما يفطر الفطار بتاعه، وقعد ماشي في الطريق يدور على أي حاجة ياكلها، لحد ما وصل عند بيت صاحبه الكلب بوبي. فنده عليه بوبي وقال له: صباح الخير يا بسبس، ما تيجي تفطر معايا؟ فدخل معاه بسبس يا ولاد وشاف ان بوبي هيفطر عظمة كبيرة خالص، وهو بيشكر ربنا قبل ما بيفطر. فقال: الله، ده اكيد اكلة حلوة قوي، الله شكلها كده لذيذ خالص. وعشان يا ولاد بسبس لسه صغير وسنانه كانت لسه ضعيفة، أول ما ابتدى ياكل العظمة، هوب، بب 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 بب، سنة من سنانه اتكسرت. فقعد يعيط كتير خالص
وما قدرش ياكل العظمة، وعلى طول مشي من عند بوبي صاحبه، وقعد يدور على حد تاني يفطر معاه، لحد ما وصل عند صاحبته المعزة مأمأ، وقال لها صباح الخير يا معزة مأمأ، ممكن أفطر معاكي؟ ردت عليه المعزة وقالت طبعا يا بسبس، ده أنا كنت لسه بحط الأكل عشان أفطر وأشكر بابا يسوع على الفطار بتاعي، فيلا اقعد افطر معايا. فبص كده بسبس ولقى الأكل المحطوط عبارة عن فول ناشف، بس لقى كمان إن المعزة عمالة تاكله وهي فرحانة وعمالة تشكر بابا يسوع عليه، فقال الله، أكيد دي أكلة لذيذة خالص. ولأن بسبس يا ولاد لسه صغير ولسه أسنانه ضعيفة، أول ما ابتدى ياكل الفول الناشف سنانه وجعته قوي ومعرفش ياكل، فساب المعزة وهو متضايق خالص وراح يدور على حد تاني ممكن يفطر معاه، لحد ما وصل عند صاحبه الحمار حوحو، فنده عليه الحمار وقال له تعال يا بسبس افطر معايا، ده انا كنت لسه بحضر البرسيم بتاعي الجميل عشان افطر واشكر بابا يسوع على الفطار الحلو بتاعي. فبص عليه كده بسبس وقال الله الله، ده اكيد هتطلع اكلة جميلة خالص، اما اقعد واكل معاه. واول ما اكل شوية برسيم يا ولاد صرخ بسبس بصوت عالي وقال يا بطني، يا بطني، بطني بتوجعني قوي. اتاري البرسيم يا ولاد وجعله بطنه، فراح بسرعة الحمار وجاب له الدكتور، وأول ما خف بسبس جري بسرعة على مامته وقال لها ما تزعليش مني يا مامتي، يا مامتي يا حلوة، أنا الغلطان عشان ما سمعتش كلامك، لو كنت سمعت كلامك وكلام بابا يسوع اللي بيقول أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق، يعني بيقول لنا يا ولادي حلوين لازم تسمعوا كلام مامتكم وباباكم في كل حاجة بيتقولها لكم، لأن ده بيفرح قلب بابا يسوع. وأي حاجة ماما تديها لكم تاكلوها أو تشربوها لازم تشكروا بابا يسوع عليها. ومن اليوم ده يا ولاد اتعلم القط بسبس انه يشكر بابا يسوع على كل اكل ماما تجيبهوله، وما يزمزقش عليه من هنا ورايح. الله، ده القط بسبس ده اتعلم حاجة حلوة خالص، واحنا كمان لازم نشكر بابا يسوع على كل حاجة بناكلها او بنشربها. باي باي.